القائد المسلم اليمني الأندلسي محمد بن عبد الله بن أبي عامر بن عبد الملك المعافري يعود نسبا إلى قبيلة المعافر الكهلانية من أرض اليمن، والتي لا زالت متواجدة إلى الآن، وتحديدا في محافظة تعز اليمنية. قائد لم يعرف الهزيمة قط. دمر المنصور جميع الممالك النصرانية في شمال الأندلس، ووصفت غزواته عليها بأنها كالصاعقة التي لا تبقي ولا تذر. ووصل عدد غزواته طوال 27 عاما أكثر من 54 غزوة، لم يهزم في أي واحدة منها قط. أسطورة لن تتكرر. ورغم فرحة أوروبا بوفاته، إلا أن الحكومة الإسبانية وضعت تمثالا له فوق القمة الجبلية التي توفي عندها، وما تزال هذه القمة تسمى قمة المنصور. كما نصب له تمثال آخر في مسقط رأسه بالجزيرة الخضراء، وعلى قبره وضعت لوحة رخامية نقش عليها: تالله لا يأتي الزمان